طيب انا مش قادر اعمل فيديو، مش عايز اعمل فيديو، مش قادر. طاقه من لا اريد، جزء من الاي دونت وانت تو. يعني انا فاتح اعمل فيديو ليه؟ عشان لازم انزل فيديو كل يوم. ليه البريشر ده عليا؟ فاهم ليه في ضغط كده ولازم انزل فيديو كل مش يعني مش لازم تكون صح، مش لازم انزل فيديو عن حاجه معينه صح. يعني هتسمعوني، هيبقى في فيوز، هيبقى في فلوس. يعني ده مهم بالنسبه لي بصراحه عشان اعرف اتجوز واكل عيش. يعني حاسس ان ستاند اب مش حلو يعني. هو ده الموضوع بتاع النهارده. يعني حاسس ان ستاند اب يعني حد بيفورس. اولا اصلا نوعيه الفيديو اللي انا هعمله دلوقتي دي انا ما بحبهاش. تخيل انا مش قادر اعمل فيديو، مش عايز اعمل فيديو، اعمل نوعيه فيديو ما بحبهاش، بكرهها. انا الستاند اب مش مقتنع. في حاجات بتضحكني يعني كده ريلز، بس مش مقتنع. يعني اقنعني، اتفضل ضحكني. او ده نفس اتيتيود الناس بتروح للستاند اب. يعني انت تخيل واحد انت دافع له تيكت رايح تغصبه ان هو يضحكك. بصوا يا جماعه، يعني الكلام اللي انا بقوله ده اصلا انا مش عايز اقوله. ما بحبش نوعيه الفيديو اللي انا بعملها دلوقتي دي. انا كنت بتكلم مع كذا حد من صحابي. يعني عمرك رحت ستاند اب؟ رحت ستاند اب. ضحكت؟ لا. تعال يعني نشوف الريلز ونشوف السوشيال ميديا. عمرك شفت فيديو ستاند اب كوميدي؟ شفت. طب هل ضحكك؟ لا عمري. طب مين اللي بيضحك؟ مين اللي بيقول ها؟ مين الناس اللي جايين من فريندز اللي بيقعدوا يضحكوا في الخلفيه اللي موجودين مع الستاند؟ يعني مين؟ انا مش يعني طبعا ما فيش اي ترتيب للفيديو، ما فيش اي حاجه. يعني ايه ستاند اب اصلا يا وامي؟ ستاند اب يعني واحد بميكروفون قدامه ناس كتير بيقول نكته ويضحكوا، يقول نكته ويضحكوا. طبعا الناس بتوع الستاند اب شايفين ان انا بقلل جدا من الستاند اب، بس انا والله انا مش عايز اعمل فيديو ده، مش عايز اقلل من الستاند اب، مش عايز حد يزعل مني عشان انا اعرف ناس اصلا ستاند اب كوميديانز. يعني حاسس ان هم ممكن يخصموني بعد الفيديو. ايه اللي انا بعمله؟ بقول لك انا مش عايز اعمل فيديو، فهيطلع مني حاجات مش عايز اعملها. اصل نوعيه الفيديو ده مش عايز اعملها، مش عايز اطلع انتقد ويقولوا بقى اللي بيحك. بس ما اعرفش، انا مش قادر اعمل فيديو، مش قادر اجيب كونتنت عشان اعمله، مش قادر، مش عايز اجتهد. ولسه كنت بلعب بينج مع اصحابي من شويه. اي نعم فيا الطاقه، بس ما فيش الطاقه ان انا اعمل فيديو بقى. والخمس امراض لو جات لك يبقى مبروك عليك السرطان. يا اخي تعبت. انت ما بتعرفش تضحك يا ستاند اب، انت ما بتعرفش تضحك. واللي بيضحكوا عليك دول الينز وانا منهم. ساعات بضحك بس 99% ما بضحكش. بحب علي قنديل، بحب طه دسوقي، كان بيضحكني في الاول دلوقتي لا. بس يعني لو شفته هضحك، لو شفته هضحك. مش على منظره، لو شفته هضحك من افيهاته فجره. بس زي الخرا برضه وحش وحلوه. محمد حلمي ما ينفعش احبك عشان بس احبك. انا هقول اسامي بره عني واقول لك والله ما عايز احك في حد، والله مش عايز اعمل فيديو ده اصلا. علي قنديل بعشقك عشان انت مكفي شغل مكفي شيء، وانت بتشطب شقق وانا مهندس، ولا بيجيب صنايعيه وانا مهندس بيجيب صنايعيه برضه. انا برضه نفس الكلام. بقعد على قهوه كلهم ستاند ابس، اعرف كذا حد ستاند اب. ازاي جالك الجرأه ان انت تتحط في موقف غصب عنك لازم تضحك حد؟ ازاي الستاند اب ما بيسالش نفسه هو انا بهلوان ولا لا؟ ازاي كونتنت كريتور ما بيسالش نفسه هو انا بهلوان ولا لا؟ ازاي انا ما بسالش نفسي انا بهلوان ولا لا؟ ازاي الانسان بيضحك؟ طيب ما ينفعش يكون في قواعد في الضحك؟ هو الضحك حرام؟ يعني ممكن السخريه حرام شرعا؟ يعني انا مش عايز اعمل فيديو، انا ما عنديش كونتنت اصلا. يعني ما فيش عمر فرج بيضحكني، بس لو عامل ستاند اب يعني هخسره، مش هتفرج على لايفاته تاني. وانا ما بحبش اللايفات، ما ينفعش اتفرج على عمر فرج، ما ينفعش. برستيجي يروح، لا مش برستيجي يعني كده، بس هو شخص فوق راسي هسنده هطلعه فوق. لا ما ينفعش تقول كده برضه، انت مش ستاند اب. مفيش حد بيضحك لك، بس انا بعشقه، انا ما بتفرجش غير عليه في لايفات. بس هل هو بالكوميديا بتاعته دي الفشيخه دي كمان هو عنده ادفانتج عني؟ يعني انا ممكن ما اعرفش اضحك، زي انا ما اعرفش اضحك اصلا. انا ما فيش حد بيضحك عليا، انا مش بهلواني يا ابني. انت فاكر عمر فرج عنده ادفانتج ان هو يعني ما بيعرفش يمشي، فعنده ادفانتج الضحك. كل نكاته على ان هو عنده اعاقه او كده بتفشخ ضحك. ليه؟ هل انا عنصري؟ انا بكره الستاند اب، ما بحبش واحد او بنت. لا لو بنت بقى ستاند مش عارف. في كليب كده لواحده سوريه، كليب يعني شورت كونتنت فيديو لواحده سوريه مش عارف بتحاول تضحك الناس. البنات ما بيعرفوش يبقوا بهلوانات زي الرجاله. البنات ما بيعرفوش يبقوا بهلوانات زي. باختصار عامه انت لو دخلتي كتبتي كلاون هيطلع لك كلاون بنت ولا راجل؟ هيطلع لك راجل. عمرك ما هتبقي بهلوان. خلصنا. بهلوان في حياتك الشخصيه على طول انت كده، ولكن بهلوان قدام الناس صعب عليكي. نقطه من اول السطر. مين بيضحكني برضو؟ مرموش في الماتش اللي فات موتني ضحك، مش مباشره منه. كميه الشتايم اللي خدها ليه؟ من لعبه. صحابي بيضحكوني عادي، اي حد معدي في الشارع ممكن يضحك. الكلب ممكن ابتسم له، القطه بتضحكني. لا مش بتضحكني، قطه كريهه بكرهها. مره وانا صغير من كتر كره للقطه مسكت ديلها وقعدت اعمل كده. كنت فاكر نفسي ان انا هضحك الناس لما اجي احكي القصه دي، بس ما فيش واحده حتى في الكومنتات في الفيديو، ولا حد عمل لايك. عايزين يا جماعه الفيديو ده ما يبقاش فيه ولا لايك، عشان انا مش عايز اعمل فيديو اصلا، وما بحبش اللي انا بعمله دلوقتي. يعني الفيديو اللي انا بعمله ده ما بحبوش. يعني الطريقه دي ما بحبهاش. بعملها ليه برضه؟ سؤال حلو مش هرد عليه، ما اعرفش ليه مش هرد عليه. وانا عايز اعمل فيديو في السريع واروح. هل لازم انا اقعد اعمل فيديو كونتنت وكده وادي افيهات وبتاع عشان اضحك حضرتك؟ مش لازم. لا بس لازم عشان يجي لي فلوس. هي الستاند اب بكام؟ حفله الستاند اب بكام؟ ما هي سعر افضل واقوى واكثر ستاند اب ممكن يضحكني في الدنيا؟ على سبيل المثال في دبي الاسعار المبدئيه تقريبا من 105
185 لحد 250 درهم اماراتي. 105 يعني قول 3000 جنيه. لا رخيص على الستاند اب، رخيص على الضحك يبقى اغلى من كده. 3000 جنيه دي ممكن تعمل ايه؟ ما تعملش حاجه اليومين دول. انت مش شايف الاسعار والبنزين غلي والمضيق هرمز اتفتح يعني الدنيا دلوقتي مش احسن حاجه في الفلوس. فاعتقد 3000 ده حاجه رخيصه للستاند اب. مش عارف، ما بحبش نوع الفيديوهات ومش عايز اعملها، واي هوب ان انا ما اعملهاش تاني. الفيديو ده اي هوب ان انا ما اعملوش تاني. مثلا انا دلوقتي في حفله ستاند اب مثلا وبتفرج على الشخص اللي بيقول الجمل والحاجات اللي انا المفروض اضحك عليها. انا كشعب مصري، انا كشعب مصري، انا كعالم كله انا عنيد. انا ما شفتش حد مش عنيد. انا خلاص، انا كل الناس حرفيا اللي بشوفهم عنيدين. فان انا داخل حاجه ومكتوب على الهدف من دخولك هذه القاعه الضحك، وتخيل مثلا اخش ودافع 3000 جنيه والراجل يلقي عليا بالكلام اللي هو كاتبه واطلع من القاعه وما بضحكش. هي فلوس حرام؟ لا. ففي نفسيتي جوه غصب عني انا داخل مهيئ ان انا لازم اضحك. ليه؟ عشان ال 3000 دي مش هيروحوا عليا هدر. ولكن نرجع لحته، انت كانسان عنيد هتخش، بيقول لك انت هتخش القاعه دي هتضحك، هتخش هتاند معاه فما تضحكش، بس برضه بتضحك. هل ستاند اب كوميديا سحرة؟ هل بيستخدموا السحر الاسود ويكفروا بالله؟ يعني ايه انا اخش قاعه بيقول لي انت تضحك هناك واروح واضحك؟ مين عارف المستقبل؟ مين ده؟ حرام ده، ما فيش حد يعرف المستقبل غير ربنا. مين يقول لي خش القاعه دي وتضحك واضحك؟ ربنا هو الوحيد اللي عارف المستقبل. يا اخي انا مش عايز اعمل فيديو ده يا اخي، مش عايز بقى حته اصل يوتيوب بيعمل فيديو عشان بيحكحك. انا عايز احكحك بس مع بنت. الشهره مش حلوه يا جدعان، الشهره مش حلوه والضحك سيء. الضحك يا جماعه، الضحك احمد عز يا جماعه، الضحك جورج كلوني، الناس دي هي اللي بتضحكني يا جماعه. لا انا مش بنت اكيد مش هضحك. لا ايه يعني؟ هما كده البنات بتشوف جورج كلوني واحمد عز لو قال اي نكته بيشوفوا احمد عز وجورج كلوني بهلوانات؟ يعني هما ما بيشوفوش الشخص اللي شكله وحش بهلوان بوينت للشخص اللي شكله وحش. سلم عليا. حاسس ان انا دمي تقيل مره. من امتى كان دمي خفيف اصلا؟ ده كله في عقلي انا. اعتقد ان ده كله في عقلي انا. مفيش حد بيفكر زيي. انا الفاجر، انا اللي مفيش مني، انا اليونيك، انا الواحد. لا ايه دخلنا في اسامي ربنا؟ لا ايه، انا واحد قصدي مفيش مني. اعتقد الناس اللي بيروحوا يحضروا ستاند اب كوميدي دول ناس فاضي. لا مش فاضيه، لا دول ناس فاضيه. يعني انا مثلا طول حياتي مشغول، لما افضلي ساعتين هروح، ده كده اسمي فاضي؟ ولا الشخص اللي اصلا اسمه فاضي هو فاضي طول حياته ومتدلع وبيركب فيها 500 اكس هي ونيسان جوك؟ مين اصلا ممكن يجيب العربيتين دول؟ اخرم الخرا، وكمان يروح يتحف في ستاند اب. انا ليه بتكلم عن الستاند اب اصلا يا اخي؟ عدي البيريود ولا ايه؟ افكاري متخلطه. مش عايز اعمل فيديو وربي والله ما قادر. لازم اعمل فيديو عشان فلوس، مش عشان بحب الكونتنت. لا، عايز ماني. في الاخر الفيديو ده اجيب له $50 اعمل بيهم. لا هعمل بيهم كتير. تحول $50 حلوين. كواحد بتعمل ستاند اب ارجوك نصيحه مني ليك، وخد النصيحه غصب عنك. انا مهندس، تاخدها غصب عنك. وانا ما ببصش للكاميرا، انا ببص الحته مكسوف ولا ايه؟ انا فعلا مكسوف. انا بعمل فيديو ما بحبش اعمل نوعيه الفيديوهات دي. عمري ما عملت نوعيه الفيديوهات دي اصلا. كنت بقول ايه بقى؟ انا نسيت. انا عندي البيريود غالبا. انا كده اتاكدت. خد النصيحه من واحد مهندس. انت كواحد بتلقي النكات وناس بتضحك عليك، قول لي الخطه السريه عشان ما اعملهاش وابان بهلوان قدام الناس، واعملها قدام النساوين بس. على النساوين، بحب النساوين يا جماعه. النساوين دول اكتر حاجه مضحكه في الدنيا. نساوين، لا كلمه مش البنات، ما بيضحكونيش بقى. قصدي كلمه نساوين بحس ان هي بتضحك فبحطها كتير فبقولها اصلا. يعني بدل ما اقول الحريم او الحريم، ساعات برضو ليها بعض من ليفل، بعض من الضحك، بس الليفل بتاعها اقل من النساوين. بحس ان انا بحط نساوين في كلام تضحك. ان اعتقد انا كوام لما اصلا بتفرج على نفسي وبشوف كلمه نساوين ما بضحكش. انا كوام بتفرج على نفسي عموما عمري ما ضحكت. فهل ده دمي وحش؟ دمي وحش؟ دمك تقيل؟ انا عندي بيريود خلاص. انا اتاكدت كده مليون في المية عندي. انا بحب الستاند اب. انا كداب، انا ما بحبش الستاند اب، بس مش عايز حد يزعل مني. وانا ما بحبش اعمل نوعيه الفيديوهات دي، بكرهها. عمري ما كرهت حد في حياتي اقسم بالله، غير برونو فرنانديز اللي في البرتغال ونوعيه الفيديوهات دي. وعمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل فيديو زي ده في الحياه. لا تخيلت عادي. العقل عامه بيتخيل الامور، بيتخيل كل حاجه. يعني العقل سوبر باور. والستاند اب كوميديان برضه عنده سوبر باور، عنده زرار بيدوس عليه الناس تضحك. يا دين امي. طب هل الناس دي انا حابب ان هم يضحكوا؟ هل هو شخص غشاش؟ الشخص اللي بيخش عايز يضحك ده، الجمهور اللي بيخش عايز، هل ده شخص غشاش في لعبه الحياه؟ اصل الحياه لعبه، وممكن تغش ان انت تدفع فلوس تيكت تاخد ضحك وتاخد انشراح قلب. هل انت كده بتغش الحياه؟ هل انت كده بدل ما تروح دكاتره تدفع تذاكر ستاند اب، هل كده الدكاتره ممكن يكرهوكوا عشان انتوا الضحك بيقوي القلب؟ مع اني انا اشك استحاله الضحك بيقوي القلب، استحاله. امال ليه بنسمع ان في مره واحد مات من الضحك؟ كل ما مثلا حد حاجه تضحكه انا هموت. انت ممكن انت هتموت من الضحك. فالضحك مفيد فين؟ بيقوي عضله القلب فين؟ القلب مش محتاج غير الحزن. ليه؟ عشان الحياه العاديه تبقى دوبامين بالنسبه له، عشان القلب لما
لما يحزن يرجع للحياه العاديه يقول الحمد لله الحمد لله. انت فاهمني؟ انا مش عايز اعمل الفيديو اللي انا بعمله ده، انا مش عايز. وبحب الستاند اب وبحب النفاق، يعني النفاق حاجه اساسيه في الحياه لازم نحبها كلنا اكتر من ان احنا نحب الضحك. النفاق هو اساس الحياه، الحياه بدون نفاق ما تمشيش. زي عمر You can't do this. بموت فيه، نفسي اجيبه ويقعد معايا اشيل يعني no. بحب عمر فرج يا جماعه، لا والله بجد. ومحمد فرج بحبه، وبحب العنصريه بحب العنصريه، بضحك على العنصريه وبضحك على النكت اللي فيها عار، حاسس بعار. انا بحب يا جماعه الضحك من العنصريه، نكت العنصريه بعشقها. نكت الزائد 18 ايه اسهال بس تمشي. بحب كوميديا السياسة. حرام. بحب كوميديا السياسة. طيب بحب كوميديا السياسة وبحب كوميديا العنصرية. كوميديا الجنس يعني مش أقوى حاجة بصراحة، بس ليه؟ عشان بنضحك فيها لوحدنا، ما بيبقاش معانا حشد كبير بيسقف لحد واقف قدام ستاند اب. كوميديا السياسة نفس الكلام، بنشوفها لوحدنا، عشان لو شفناها في حشد كبير قدام ستاند اب هنتقفش كلنا. كوميديا العنصريه دي بقى هي المفروض كوميديا التخن بقى، تنمر بقى. مفيش حاجه اسمها تنمر يا جماعه، مفيش. ليه في تنمر؟ طيب ما تمشيش تريقه زي زمان. لو حاطط دم عليا ما انا هتضايق. الكوميديا مؤذيه ولا بتشرح القلب، قوي عضلات القلب؟ لو سمحت انا عايز اجابه من ستاند ابس، عشان فعلا انا كده بدات اشك ان الكوميديا حرام. الكوميديا حرام ممكن. ستاند ابس جاوبوني. انت بتطلع على المسرح بتحكي قصه، تحكي موقف، تحكي ايا كان الخر اللي انت كاتبه في الورقه ولا حافظه، وتقعد تتريق على حد وتقعد تفشخ حد بايظ في حكايتك، في حد انت بتتنمر انت بتخنقه، انت بتبلعه، بتهينه، تستعلى عليه، بتمارس عليه اي شيء سلبي عشان في الاخر الجمهور يضحك. ده مش حرام؟ انا ليه متضايق؟ انا مش عايز اعمل ميتين ام الفيديو ده، انا تعبت. انا مش الفيديو مش حلو، ليه بعمله؟ اهو بسد خانه. I want money. Fuck all that shit. I want money. I want money to be married someday. I want to fuck. كوميديا العنصريه يا جماعه، نفسي حد يطلع كده من غير قيود، من غير اي حاجه، من اي يعني ايه اي حاجه؟ ايه كلمه اي حاجه دي؟ ليه بتتقال؟ عارف لو اتشالت مش هيحصل حاجه تاني. نفسي حد يطلع يعمل كوميديا عنصريه من غير قيود، ويعمل كوميديا زائد 18 من غير قيود. بس لا، زائد 18 ما تبقاش فيها شتايم يا جماعه. انا بكره كوميديا الفشتايم. I hate it. بكره كوميديا الشتايم، بكرهها. انا ببص لمين؟ بص هنا. بكره كوميديا الشتايم. اسهل كوميديا على وجه الارض كوميديا الشتايم. صدعت. المعسل لسه ضربه وعامل شغل. كوميديا العنصريه نمبر 1. ستاند اب كوميديانز لو سمحت اكتبوا نوتس. كوميديا العنصريه اشتغلوا عليها. كوميديا السياسه من تحت لتحت عشان ما تقفشوش. لا شيل الحته دي يا وام، اعمل عليها تيت. ستاند ابس لو سمحت بطلوا تكون دمكم تقيل. وانت يا وام برضو خلي دمك، حسن من دمك شويه. اعمل ايه؟ اتبرع يعني ولا اعمل ايه؟ وانا لو اتبرعت بدم كل اسبوع دمي هيتطهر ولا هيخف؟ فبقى دمي، ولا انا بدات يعني اخش في اعراض الجنابه اخش استحمى؟ مش عايز اعمل فيديو. انا مش عايز اعمل فيديو. ده فيديو بيتحط كده بس عشان اجيب فلوس مش اكتر. ده لو جاب فيوز اصلا. ممكن تفهمني ازاي شخص طلعان ميتين امه في الحياه، فقير بخيل ما عندوش سرير في بيته، ممكن تفهمني هل هتقدر تضحك هذا الشخص يا ستاند اب كوميديان؟ ما اعتقدش، صح ولا ملهاش علاقه؟ يعني خلينا نسال نفسنا سؤال. الجمهور اللي بيبقى في الستاند اب، هل ده جمهور متبرمج على الضحك؟ ولا كورسات البرمجه غاليه؟ ما هو يا ابني ما استنى، هل اللي انا قلته ده افيه؟ صح، ده افيه سيء خرا. انا كوام اقسم بالله ما اضحك عليه. هل الجمهور اللي بيضحك ستاند اب كوميديانز نفسه حد يطلعه من اللي هو فيه؟ شايفين الستاند اب كوميدي ده هو الاله اللي ممكن يسحبهم من مشكلتهم والماجوريتي؟ مش فاكر بالانجليزي عامله ازاي، والله انا مش فلاح، انا بفهم انجليزي وبعرف هاي دوم برضه. هل ده شخص مؤهل اصلا ان هو يطلع هذا الشخص من الماجوريتي بتاعته، من المأساة بتاعته، يخليه في حته كويسه في حياته؟ هل الستاند اب كوميديان ده نافع؟ هل ده شخص يعني انسان نافع بينفع الناس؟ هل الكوميديا دي نافعه اصلا؟ هل الكوميديا انا بتف عليكم لا ما تف والله ما بتف والله. كان في حاجه في لساني بس يا كبريائي حسيت ان انا مهندس افتكرت، فقلت يعني ان ما يهمنيش حد، فقلت هتف عليك باختصار يعني. والله ما قصدي يعني، ما حدش زعل. انا انسان محترم يا جماعه والله. انا يعني انا عمري ما زعلت يعني. انا زعلت اكيد حد يعني، بس 2 و4 و10 زعلت ناس كتير جدا يعني. ربنا ياخده يعني، ربنا يهديه يعني، ربنا يحبب فيك خلقه يا ستاند اب كوميديان. خليك واثق في نفسك، محدش يهزك. انت قسما بالله انت بتضحكني. انا منافق قلت لك؟ انت بتضحكني يعني 1% من المرات. 99% والله ما بضحك. ليه؟ عشان ممكن انا بيضه يعني. انا ممكن انا مش بيضه، انا لوني ابيض واصنف وايت مان. لا انا عربي. ممكن انا المميز يعني، الناس كلها بتضحك لي انا مميز، بس انا ما بحبش برضو كده حته المميز. انا عايز اعمل نفسي مميز. ام نوت سبيشال. انا مش مميز. حته ان انا ممكن اخلي نفسي دي برضو بنت
يعني انا بكره ده، وبكره الناس اللي بتقول اول وتاني وتالت في الكومنتات لما بنزل فيديو، بكرههم يعني، زيها زي كره برونو فرنانديز كده يعني. ربنا يا رب يعني يقطع له رجل ولا ما يلعبش لا ربنا يعني يا ابني كافر ما ينفعش تدعي له. طب ما انا دعيت عليه عادي يعني، لو دعيت لحد كافر مش عادي، بس لو دعيت على حد على حد كافر مش عادي تمام ولا؟ طبعا ما ينفعش نهزر في الدين، ما ينفعش، وانا ما بحبش اهزر في الدين يعني، في حاجات كده ممنوع ان انت تهزر فيها وانا بحبها، عنصريه والتنمر واي حاجه بنت وسط. اما الهزار في الدين انا ما بحبوش بكرهه، ده برضه زي كره برونو فرنانديز كده، بكره الهزار في الدين مع اني حبيت برشامه قوي وضحكت في حاجات فيها ضحك في الدين، بس انا بكره الهزار في الدين، بحس نفسي على جنابه ايه، بحس نفسي نجس، ما هو جنابه نفسها، بحس ضحكتي حرام، انا بضحك على على فيلم برشامه فاجر بس حرام. هل ده حرام؟ هل الضحك نفسه حرام عامه، مش ضحك بس بتاع برشامه؟ هل لو حد اصلا بيحب ان هو يضحك على حاجه في الدين هل ده حرام؟ هو بس بيحب انه يضحك على حاجه في الدين بس هو ما بيضحكش، بس هل ده يعني نيته فقط، هل ده يعتبر حرام؟ انا حد بعت لي اولويز يا جدعان. خلينا بس نفكر انت ما تفكر، وام انت ما بتفكرش، وام الفيديو ده بلا تفكير، الفيديو ده مش سكريبتك، مش مكتوب زيك يا ستاند اب كوميديا، مش مكتوب والله، وانا حاسس ان انا بعمل اداء. المشكله ده مش اداء، المشكله ان انا قسما بالله ما تحلفش عشان ممكن تنافق وتصوم، مش هصوم بصراحه. ممكن نخلينا ان احنا ممكن نحب الستاند اب كوميديا، ممكن يعني نحبهم هم كلهم ما هم محبوبين، انت اللي بتكرههم. مش عارف يا جماعه، شوفوا كده اولويز حجم كام عشان طيب احنا كده بنسجل 34 دقيقه، نقفلها 40 دقيقه وخلاص، عشان لما بصفصف 40 دقيقه في المونتاج بتصفصف على 20 دقيقه تقريبا، وده المتوسط بتاع الفيديوهات بتاعتي عشان الفلوس. يا جماعه الفيديو ده فلوس بحت، الفيديو ده انا مش بحاول اضحك، انا بحاول بس اشير مشاعري اللي محدش مهتم بيها اصلا. يا جماعه هو الناس اللي بتتفرج عليا مهتمين اصلا انا بنيل ايه؟ مش مهتمين. الناس اللي بتتفرج على الدحيح مهتمين هو بيعمل ايه؟ مش مهتمين. الناس بتتفرج على ستاند اب كوميديا مهتمين هو بيعمل ايه؟ لا، مهتمين بس بمصلحتهم وتشيز الضحك. انت كجمهور انت انا عملتها باداء، بس والله ده نفاق اللي انا بعمله. الجمهور انت مصلحجي، انت بتتفرج عليا، انت مصلحجي عشان انت مش مهتم بيا البيريود ده. انا ماشي خلاص، انا هرجع عشان انت عايز ضحكك. انت عارف انا بمر بايه اصلا؟ انت عارف انا النهارده شتمت من مين؟ انت عارف انا النهارده خدت سبانك ولا ما انت عارف انت النهارده انا النهارده مثلا مع اصحابي شربت سجاير ولا فيب ولا شيشه، عملتهم كلهم النهارده. انت اهتميت؟ ما اهتميتش. انت بس محتاج انك تهتم بالشخص اللي بيتفرج عليه. يعني انت بتتخيل على فكره وانت ماشي في الشارع، بتتخيل ان الشخص ده مثلا حياته عامله ازاي، مش عارف ايه. هل انت عمرك تخيلت انا حياتي عامله ازاي؟ عقلك شغال ولا مع الحريم بس؟ عقلك شغال ولا مع الرجاله الموت بس؟ نفسي ابقى منهم مش منك انت. تحت مين؟ انا مهندس، انت مين عشان تعجبي بيا؟ انا خاطب، انت مش خاطبه. ممكن تكوني متجوزه، ممكن تكوني سنجل، ممكن تكون في حاجات. يعني انت لو متجوزه هتحرجيني دلوقتي عشان انا خاطب، عشان انا قلت افيه، ده افيه ما اعرفش ولا مش افيه. انا قلت انا خاطب، انت مش خاطبه. فلو انت متجوزه هتحرجيني عشان انت متجوزه، فهتكتبي في الكومنتات انا متجوزه راح اوكي. لو انت سنجل مش هتحرجيني برضه، عشان اللي انا بقوله ده مش منطقي. يعني اللي انا بقوله ده مش منطقي. انا بقول ايه؟ انا مش عايز اعمل الفيديو ده. الفيديو ده سيء، الفيديو ده خرا قسما بالله. قاعد ساعه كامله. انا دلوقتي انا بدات، انا جاي هنا الفيلا الساعه كام؟ الساعه 2:30 تقريبا بالليل. دلوقتي الساعه 3:55 دقيقه. قعدت مع سيف بيستريم جوه، قعدت مع سيف وقعدت استعبط واقعد ارخم عليه. هو مش طايقني، عايز يلعب GTA 5M وانا قاعد ارخم عليه وبتاع، مش عايز اعمل فيديو، ما عنديش كونتنت، انا بلا كونتنت، ولكن لازم اعمل كونتنت عشان المام المكسيك بيقولوا على امهم كده، مام وير ار يو مام. افيه زاني. انت كستاند اب بقى وانت بتفكر، هل انت بتفكر بالطريقه دي بتقول الافيه وتقعد تقول زاني ولا بتطبل لنفسك؟ سؤال مش محتاج اجابته، والله ما مهتم بالسؤال ده. بساله ليه؟ طيب بسال السؤال ليه ما دام مش مهتم باجابته؟ ده حالي لما اروح للستاند اب كوميدي بهزر. ما ينفعش اقول افيه وبعدين بعديها اقول بهزر. كرهت الكلمه دي وبكره من نفسي برضو، ولكن كلمه ولكن بكرهها. يا ستاند اب كوميديان حلني. انت بتوصل الكلام بكلام ايه؟ ولكن صح، مثلا كذا عملت كذا ورحت للحرمه حرمه برضو تاني ما تقولهاش والله ما بتضحك. رحت لكذا كذا مش عارف ايه، ولكن كذا انا بعمل كده وبكرهها. ما اعرفش انتوا فاهمين ولا ايه؟ مش مهتم برضه. الفيديو ده سيء اقسم بالله. انا دلوقتي بفكر بنفسي وانا بمنتج الفيديو الزاني ده. فيديو عار، فيديو فضيحه واميه زانيه من جميع انحاء. ملهاش لازمه برضه كلمه جميع انحاء. انا بقول اي كلام عشان، هل انت برضه كستاند اب كوميدي بتعمل كده؟ بتقول اي كلام في النص عشان تحشي ولا الكلام موزون؟
انا بحبكم يا ستاند اب كوميديز، بعشقكم والله. نفاق طبعا، انا بكذب، انا ما اعرفش ناس كتير قوي ستاند اب كوميديز شخصيا، يعني اعرف كذا حد، بس بحبكم في الله. عارف ليه؟ مش عشان انت ستاند اب كوميديان ولا عشان كوميديتك ولا عشان الخرا اللي انت بيطلع من بقك، انا بحب الناس عامه يعني. كده انا بكذب، انا بكذب صح؟ لا ممكن انا كذبت في الحته دي، بس فعلا هقول الصدق ان انا ما بكرهش حد. لا انا كذبت فعلا، انا بكره برونو فرنانديز بصراحه كره العمى. انا ليه عامل نفسي مقروف؟ انا مش مقروف ولا حاجه، انا بس مصدع شويه ومش عايز اعمل الفيديو ده بس، فانا متضايق، بس انا مش عايز يعني انا مش مقروف، انا مش عايز اعمل نفسي مقروف حتى. انا بقسط الكاميرا دي عامه، ايش دخل القساط؟ ما اعرفش يعني، ممكن ستاند اب كوميديانز ياخدوا الحته دي يعملوا عليها ضحك يعني. طب انا دلوقتي بقسط الكاميرا، هتعرف تضحكني ازاي من الجزء ده؟ ايه ده؟ سواء انا خلصت اقساط الكاميرا، لا بس الفلوس على الكريدت انا كل شويه باخدها وارجعها، اخدها وارجعها. يا رب البنك ما يفشنيش، انا ما سددتش حاجه. الناس اللي بتعمل الحركه دي هيفهموني، غير كده مش هوضح اكتر من كده. انا المشكله ان انا بتارجت ناس عرب مش مصريين فقط، انا حاسس ان ولا واحد فاهم اللي انا بقوله، كلهم عاملين كده. ده في اضحك، المفروض تضحك عشان انا قلت حاجه ريليتبل، قلت حاجه انت تحس بيها كعربي، فانا لما اقول حاجه ريليتبل ليك وانت ممكن فعلا تكون عامل كده، فانت هتلينك ده، هتلينك اللي انت شفته بعينك باللي انت بتعمله دلوقتي، والمفروض هتضحك. المفروض، هل انا كده وصلت لذروه الضحك؟ هل انا كده فهمتك الضحك بيجي ازاي؟ الضحك بيجي من حاجه ريليتبل انت شفتها قبل كده، عملتها قبل كده وضايقتك، فيقولها بطريقه كوميديه. انت عبيط يا وقام؟ لا ما حدش بيقول كده، ما حدش يقول لك انت عبيط يا وقام، دي ادمت وقام. يعني ايه بيقولها بطريقه كوميديه؟ انت بتكلم نفسي، انا بكلم نفسي، انا بكلم نفسي، بقول لنفسي يا وقام. مين بيكلم نفسه بيقول نفسه باسمه؟ اعتقد البنات صح؟ بنات الكيوت. نو 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 نو، لا وحش وحش، وانت بتمثل بنت وحش. هو ممكن تكون حلو، بس انا اللي مستنكر ذاتي وعامل فيها الشخص القرفان اللي مش طايق حد، اللي مستنكر كل شيء، اللي مش عاجبه اي شيء، عشان اضحكك، عشان انا حاسس ان الفيديو ده بعد ما يتمنش يبقى حلو مثلا. ممكن الفكر ده، لا انا كلمه ممكن، جمله ممكن الفكر دي دلوقتي طالعه من لا شيء، انا مش محضر لها. انا بحب ريك مورتي جدا، خلي بالك، حاسس ان هو اللي عمل فيها كده، او فعلا في حاجه علميه جديده ان الراجل عنده البيريود، which is انا اول حاله ممكن تشوفها. هو الفيديو ده بيضحك؟ الفيديو ده بيضحك؟ ما لا، انا بكره، مش بكره، انا بكرهش غير قد برونو فرنانديز. خلاص شطب الكونتنت بتاع انا اطلع واقعد انتقد حد وان انا مش طايق حد، وان انا اجيب لحد فيديو واقعد ازوم عليه وابين قد ايه هو كرنج، وابين انا حاسس ان انا ده دلوقتي يعني، انا حاسس ان انا بعمل كده. انا كاره الفيديو ده بصراحه. محدش يعمل لايك، ممكن نعمل كلنا ديسلايك، مش هقول لك بجد عشان بكره كلمه بجد، كلنا نعمل ديسلايك. احنا 45 دقيقه دلوقتي وستيل انا عندي طاقه، سبحان الله. انا من اول الفيديو مش عايز اعمل فيديو، دلوقتي انا عايز اعمل فيديو، بس انا مش هعمل فيديو عشان المصريين عنيدين وانا مصري. ان شاء الله 2-0 لمصر ضد نيوزيلندا. وكان معكم الشيء، السلام عليكم. فيديو خرا.